بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهارده حاجه حلوه، لان بقالنا فتره ما عملناش حاجه حلوه الا كل حين ومين، يعني عشان ظروف الناس اللي عندها سكر وغيره، فما بعملش حاجات. حتى في حاجات انا بغير فيها على اساس ان هي ما تبقاش مسكره وما استخدمش فيها سكر كتير. النهارده هنعمل المكشكشه اللي هي جننت الناس كلها. هي سهله جدا 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 فوق ما حد يتخيل. ده المفروض نص كيلو لبن ومعلقتين كاسترد ومعلقتين سكر، بقلبهم على البارد وبحطهم على النار وبقلب فيهم تقليب مستمر علشان لحد ما تبدأ تتماسك. بعد ما تتماسك هشيلها من على النار وهحطها في بولة وهسيبها تبرد لحد ما يستوي. الحقيقة عايزة اقولك على اضافة في الموضوع دوت. ممكن تعملي بالكاسترد بس والسكر، وممكن تعمليها بالكريم شانتيه ونشا، وممكن تعمليها زي المهلبية العادية بالنشا بس. يعني الموضوع بيرجع لك انت وعلى حسب الحاجات اللي موجودة عندك في البيت في وقت ما هتعملي الحاجة. يعني موضوع اختياري. بدأت تديني سمك خفيف شوية، فهستنى بس على اساس ان الحاجة تستوي. اعرف منين ان هو استوى وانه مش بودر بس لسه، لما يبدأ يديني سمك اكتر. كده عرفنا انها بتستوي. طالما بتعمل فقاقيع كده يعني معنى كده انها استوي، بدأت تمسك نفسها. هنطفي عليها لانها لما تبرد هتدي سمك. بسم الله الرحمن الرحيم. عملنا الكاسترد وفضيناه في بوله على اساس يبرد، لان ما ينفعش يتحط على الجلاش وهو سخن، هيبدأ يبوشه. وهنسيبه لما يبرد خالص، بس لازم نغطيه كويس. ممكن تقطعي الكيس كده سنين او استرتش، بس انا استرتش البقره بقى لسه هطلع واعمل تقليد اهي. هتفتحي الكيس عشان يبقى مغطي كله، عشان الوش ما ينشفش وهيجي يعني هيزهقك بقى في الشغل، يبقى مكلكع. فاحنا اهي، وهنسيبها تبرد ونتقابل في تكمله الوصفه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. جبنا لفه الجلاش، دهنا الصينيه، والكاسترد هنا برد، يعني على ما نبدا نجهز يكون ان شاء الله برد. بسم الله. طبعا دي حته مقطوعه ودي انا بس ايه يعني هنفرد كده الجلاش برضو لان طلعته ماشي. هنخلي الحتت السليمه لبره واللي متقطعه لجوه، وهنبدا نرص، نخلي جزء بره وجزء جوه. هنعمل كده في الاربع اتجاهات، يعني كده وكده. يبقى احنا ايه قفلنا الاربع اتجاهات. هطفي المروحه بس لان عامله قلق بتطير الحاجه. تمام. ادي اربع. هنيجي هنا هنلاقي ايه في جزء باين شويه، فنعمل ايه نحط واحده من دي ونحط واحده تانيه. تمام. نعملها كده مره كده ومره كده ايه عشان الخلطه او الكاسترد ما يطلعش لبره. تمام. هنبدا ندهن دهنه سمنه. السمنه طبعا الجو حر ففي البطرمان سايحه اصلا. وهنبدا نضيف الكاسترد برد طبعا. عايزه بس اقولك على حاجه. هحاول دايما اعمل حرف كده في الصينيه شويه، يعني انا ممكن احط ورقه تانية كده واخليها طالعه بحرف شويه علشان الحاجه دي ما تطلعش لبره. دول المعلقتين ونص كاسترد. انا هقولك انا هنا حطيت ميه ليه، لاني انا مش عايزه اعمل شربات عشان مش عايزين ناكل حاجه مسكره قوي. تمام. فهنعمل ايه، هخلي اللبن اسقي بيه بدل الشربات، وده بالنسبه للناس اللي عندها سكر. ربنا يعفي ويشفي الجميع يا رب. ممكن ياكلوا كل حاجه بس احنا نحافظ عليهم وما نعملش حاجات تزود السكر. تقدري تستبدلي السكر
باللبن، يعني الشربات باللبن. هنبدأ نيجي بقى اللي احنا حطيناه كده اهو، تمام. وهنجيب دي. المهم ان احنا امشي على حسب انت مطبقه يمين ولا شمال، هتلاقي نفسك قفلتي الدنيا. الموضوع على فكره مش سهل، انا يا دوبك شفتها وحبيت اجربها، لقيت ان الدنيا مش محتاجه الضجه اللي احنا عاملينها دي. تمام كده خلصنا نص الصينيه، بمعنى ان احنا هو ده الجزء الاساسي في الصينيه، اما الباقي فكلنا هنعرف نعمله. بمعنى انا اقول لك بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا زمان واحنا في ابتدائي كنا بنعمل، مش عايزه اطول عليكم في الحكايه الحقيقه، بس عايزه اقول لك على حاجه، ان الورقه ازاي بتكرمشيها او بتكشكشيها عشان تطلع معاكي المكرمشه او المكشكشه. هنعمل ايه؟ هنركن دي كده لورا شويه ونجيب الجلاش بتاعنا بالفوطه، وهنحط الصينيه هناك، وهنحاول كده بالعرض. هنعمل ايه؟ هجيب دي هطلع بحرفها كده اهي، وهبدأ اكشكش. ممكن تعمليها كده وتبقى عالية وتخليها كده اهو، او تدهنيها سمنة وتكشكشيها اهي. اي حاجة في الحروف زي ما قلنا ان احنا ممكن عشان تبقى طرية معاكي هنعمل ايه كده زي تلميعة بالسمنة عشان ما تتكسرش منك، ونجرب تاني. بسم الله. وطبعا عشان مش على حاجة سلسة فمش هتجري، فبعملها بايدي وبتنيها، وان شاء الله تبقى زي الفل، ونحطها جنب اختها. والله يا جماعة ما في حاجة زهد، ده احنا المصريين ما شاء الله علينا زي ما بيقولوا ايه، بنعمل ام الحنة، مفيش حاجة تعدي علينا كده ما بنعرفش نعملها، بدليل ان احنا اللي بنعمله هم اللي ما يعرفوش يعملوه. يعني اي حد ما يعرفش يعمل اللي احنا بنعمله، لكن احنا نعمل كل حاجة حد بيعملها. سهل الموضوع. هكملها وهجيلكوا تاني، انا مسخنش الفرن بس لسه هكمل. كده خلصت الصينية وده الشكل النهائي بتاعها. هنبدأ ندهنها سمنة عشان ما تنشفش، ونغطيها على ما الفرن يسخن. هنبدأ نظبط فيها، مخدتش مننا وقت، خدت 5 دقايق لف وتجهيز، ونقفل حاجتنا ونلم الدنيا ونجهز الفرن بتاعها. ولما نسويها ان شاء الله. طلعنا المكشكشه من الفرن وسقيناها لبن ساقع، واللبن عليه قشطه، بدل ما احطها من جواها حطيتها عليها من بره وسقيتها، وهغطيها شويه وبعد كده